السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهيوات متنوعة مع ماريا. اليوم إخواني أخواتي غادي نقدم لكم هذا البطبوط أو الخبز العربي، كيجي أكثر من رائع صراحة. غير جربوه على ضمانتي واقتصادي، مفيش مقادير، يعني كل شيء في البيت. نتمنى أخواتي تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. غير جربوه أخواتي على ضمانتي، جاء أكثر من رائع. المهم أخواتي ما نطولش عليكم، على بركة الله نمروا المقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق، عندنا معلقة كبيرة الخميرة مع مراش، عندنا 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون أو زيت المائدة، عندنا واحد ملعقة صغيرة ديال السكر. غادي نضيفوا الملحة، يعني واحد الملعقة صغيرة الملحة جانبا ماشي حدا الخميرة باش تفاعل. غنديروا الماء للعجن. الماء بالنسبه للماء غادي نعجنوها بالماء دافي شويه لان الجو مازال سخون. صافي غادي نخلطها على هذا الشكل هذا ونعجنها معكم كما كتشوفوا. من بعد ما غادي نعجنها مباشره، ما غادي نعجنها ما غنخليهاش نهائيا ترتاح، غادي نقطعها ونشكلها وعاد نخليها تخمر. من بعد التشكيل عاد نخليها زعما تخمر 2 مرات مره واحده. هي غتخمر 2 مرات، ولكن زعما حطيت من الاخر على هذا الشكل وغادي ندلكها. هانتوما كتشوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش جاي، يعني رطب، ماشي جاريه بزاف وماشي يعني متماسكه، وفي نفس الوقت رطبه طريه. على هذا الشكل غادي نطلقها شويه، ندلكها شويه على هكا بالكف ديال يدي وغادي نشكلها. صراحه هذا الخبز العربي او العيش اللي كيقولوا المصريين ولا كيجي ناجح، ولا البطبوط ديال المغرب كيجي ناجح ورائع. صافي غادي نشكلها على هذا الشكل، تقريبا شي 11 كويره ولا 12 اللي غادي يحط ليه هذا العجين. صافي وغادي نديرها على شكل دوائر. صافي غادي نبقى نشكلها على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي. يمكن لكم ديروها هكا تحشيوها كما درتها انا بفرomاج ولا جبن ولا ديروها بحشوه يعني مالحه، يعني ديروها لدان، ديروا لها اي حاجه بغيتو. المهم نتوما ما تشوفوا معايا الشكل كيفاش غادي تجي. جات زوينه، جات ما شاء الله. جربوها اخواتي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صراحه وليداتي حمقاتهم عجباتهم، تجي هكا مع براد داتاي ولا في القهوه في العشيه مع القهوه. اما لا عمرتوها بحشوه مالحه راه غادي تعشوا بها ولا تغداو بها. غادي نكمل هذا العجين كامل اللي عندي، غادي نطلقها ونعمرها بالفرomاج ولا جبن اللي عندكم متوفر، ديروه ولا خلطوا بهم الجوج. صافي وغادي تشوفوا معايا كيفاش الشكل ديالها كيفاش غادي يجي. غادي نفتح هذوك درت شويه ديال الدقيق. صافي دابا غادي نفتح هذوك الفرماجات كاملين وغادي نمعسهم شويه وغادي نبقى نعمر العجين ديالي على هذا الشكل هذا كما غتشوفوا معايا. خلطوا بين الجبن والفرماج باش يجيكم باين، حيت الفرماج كيذوب والجبن كيبقى باين. صافي غادي نعمر انا على هذا الشكل هذا. من بعد ما معست داك الفرماج مزيان مع داك الجبن غادي نضيفه في العجين كما كتشوفوا معايا، وغادي نجمعها وغادي نطلقها نخليها غير حتى شويه تخمر تمام، تقريبا شي 10 دقائق ولا ربع ساعه. صافي ونبدا كنطيب فيها. كتبداو من الاولى،
يعني اللي بديتو بها في الاول. شوفوا العجين راهو خامت ماسك يلصق شويه لانه طري باش يجينا هذاك الاخر خفيف. بالنسبه للعجين قلت لكم غادي تبداو تخبزوا الاولى اللي خدمتوها، خصكم ضروري تعقلوا عليها باش تبداو من الاولى اللي بديتو بها، غادي تبداو بها في الخبيز تخبزوها هي الاولى وتستمروا حتى تساليو الكميه اللي عندكم. وانتم غتشوفوا معايا كيفاش الطريقه دايره. انايا هنا غادي نزرب المقطع لان كلشي واضح، غتعمروا بالجبن والفرماج. هانتوما كتشوفوا معايا زربت المقطع، غادي نطلق بالدلاك على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي ونخليوها ترتاح. خليوها ترتاح تخمر واحد 10 دقائق لا اقل ولا اكثر يعني، ولا ربع ساعه فقط. ما طلقتها بالمدلك على هذا الشكل هذا، درتها في هذا المنديل هذا. غادي نخليها ترتاح مزيان يعني، ترتاح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كما قلت لكم صافي. وغادي نبدا نخبز فيها. هانتوما غتشوفوا معايا الشكل كيفاش كتجي هذا الخبز العربي، كيجي ما شاء الله رائع. خواتي المقله كنكونوا مسخنينها من قبل مباشره، كنقصوا لها على نار متوسطه يعني ماشي مهيله بزاف ولكن متوسطه، ونخليوها نحطوها نقلبوها ما بقى شويه حداش دات راسها ولا تماسكت، نقلبوها صافي وهي كتنفخ معنا. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير يعني، ما تخليوهاش تطيب عاد تقلبوها، لا غير تشد راسها قلبوها صافي. غادي نستمر انا على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هانتوما كيجي ناجح ما شاء الله، جربوه اخواتي على ضمانتي. هانتوما غتشوفوا معنا كيفاش كيجي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا يعني تزيين بسيط. دهنت له الوجه بزيت الزيتون وزينته بهذاك المعدنوس. يمكن لكم اخواتي تدهنوا نتوما بالزبده، تذوبوها وتدهنوا لها الوجه ديالها. الزبده تكون نوعيه جيده باش يجيكم يعني المذاق زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. اتمنى اخواتي تجربوه من الاعجاب ديالكم. غادي نفتح معكم واحد الوحيده تشوفوا الشكل ديالو من داخل، جا رائع جا ما شاء الله ناجح. هانتوما كتشوفوا معايا من بعد نفتحها معكم. جا فيه هذاك الجبن مع الفرماج يعني داك الفرماج مثلثات مع شويه ديال الجبن جبلي ولا غيره. مهم نتمنى اخواتي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. متنساونيش اخواتي من البارطاج مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. الى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.